اكيد لو عيلة ابويا هي اللي عملت فيها اللي حصل في 2013 يبقى ما ينفعش ابقى قاعدة هنا، عشان اي رد هيجيلهم من اي حد ما ينفعش ابقى موجودة معاهم عشان ما يأذونيش هنا. ولا غلط؟ انا لحظة ما بهتم بعيلة ابويا او امي او الناس في مصر بيبتدي يركبني العصبي واتعب نفسيا. فانا فعلا كان الحل في 2013 ان اسافر واسيب مصر، عشان مصر دولة ما تلاقيش بيها صراحة. انا متكبرة، حابة نفسي. اغلب المصريين تفكيرهم يقلعوكي ملط ويعملوا فيكي افعال وسخة ويؤذوكي ويدمروكي ويضايقوكي ويخلوا ليلك نهارك نهارك ليلك، وتنامي حزنانة وبكيانة وبتعيطي طول الوقت. يا ابن الناس، انت مش مجبر تتجوزني بعد اللي حصل لك، بس تعرفي انك تفقدي عذريتك الدليل القاطع على ان الشخص بيحبك او لا انه يرتبط بيكي رغم كل ده. انا بعشق حاجة اسمها مهند في مسلسل ميرنا خليل. خليل يعني ايه اهلك يجوزوكي غصب عنك، وانا على الرغم من ان انتي ده حصلك اتجوزك رغم ان اللي عمل كده فيكي اغتصبك، وما احسش بمشكلة واتجوزك عادي واخلف منك وابقى حبك ومكمل معاكي. انا بعشق حاجة اسمها رامبير كابور في مسلسل انجنا انجلي اكاش. انا بتكلم عن الشخصية والاشخاص اللي مثلوا الشخصية، وبتمنى ان يكونوا بالدرجة العالية من الاخلاق في حياتهم الشخصية. ده موضوع ما يخصنيش، ده موضوع حياتهم. انا بتكلم عن الشخصيات اللي اتعرضت في الفيلم او المسلسل. انجني يعني انا اسافر معاكي ونفسيتك متدمرة وعايزة تنتحري احسنها لك، عشان انا كمان كنت بفكر زيك انتحر، واساعدك واقف جنبك واسافر معاكي واروح معاكي في كل حتة، وابعدك عن حد يفكر يلمسك، واخش اساعدك واحميكي في مواقف، وكمان اروح احافظ لك على حاجتك، تقومي من النوم تلاقيني منظف لك مكانك اللي انتي قاعده فيه عشان انتي ما بتنضفيهوش يا معفنه، وتبقي على سريري وما افكرش المسك، وجاي سكرانه وانتي اللي بتقولي لي عايزه انام معاكي. في كده؟ رامبير كابور بيتكلم عن مثاليه في انجنا انجني مش موجوده. في كده؟ هو في كده؟ مفيش. رامبير كابور يوم ما شفت الفيلم ده، يا ابني يا بخت مراتك بيك، انت ارجل من نص رجاله مصر المسلمين وانت مسيحي. ده ما كانش كل المسلمين اللي في مصر. رامبير كابور تعبيرات وشه بتقول ان هو لا عايز يقلع ولا يمثل مشاهد حبيبيه مع البنات اصلا في الافلام ولا المسلسلات بتاعته. يعني بحس كل ما افكر ان انا اشوف له مسلسل او فيلم يكون في حماميه احس ان هو بيحاول يقول لي ما تبصيش، واجي ابص على مشهد من المشاهد شفت فيه صوره شكلها حلو قوي ليه وعامل فيها قلب، راح حذفها. انت اخد بالك ان انا معجبه؟ انا شفت دكتور صيدلي في اسكندريه شكله شبه رامبير كابور بالملي وبيتكلم عربي. حضرتك متاكد انك مش رامبير كابور؟ من 2019 انا بشوف ناس شبه رامبير كابور كتير. في رجاله ياما، انا ببصت على النت وشفت. يعني هل مثلا احنا في مصر عندنا شاروخ خان اللي هيعمل المستحيل عشانك؟ هل عندك ريسك روشن في قابيل؟
حد يهتك عرضك وانت في بيته وهو اعمى يقتل كل اللي عملوا كده فيكي وما يهموش السلطة والفلوس والنفوذ والهبل ده كله. في رجالة، اعرفي رجالة لما تفكري تكلمي شاب عشان تتعاملي معاه وحتى يبقى بينكم وبين بعض ارتباط، تنقيه كده راجل يكون مغري كده، اي حد يشوفه يبقى هيموت عليه، وهو يدي لكل اللي حواليه بالجزمة ويفكر فيك انتي، يبقى عنده كل المميزات في شخصيته اللي تخلي اي واحد تتمناه، بس هو سايبهم كلهم وباصص لك انتي. دي براجل كده تيجي تبصي بعد وقت لو انفصلتوا وما كملتوش، لا الولد ده انا خسرته، الولد ده كان يستاهل، الولد ده كان راجل. تلاقيه كده في موقف ازمه، الو في ايه معاكي، تعالي قوليلي يا حل. مين بيفكر ينعكش الهوا اللي حواليكي عشان اجي ارتبه؟ فين الدبان ده اللي فكر يجي ناحيتك وانا انسفه؟ مين ده اللي مزعلك وانا اطلع عليك دينه؟ مين زعلك؟ محتاجة ايه يا قلبي؟ نفسك في ايه يا حياتي؟ اللي انت محتاجاه من عيني، كل اللي تطلبيه حاضر. ما لقيتيش رجاله كده، طب تتعطفي وتفكري تتنازلي وترتبطي ليه؟ ما كانش هو يخليكي كده متحصرة من الحاجات الحلوة من كل ناحية ومفيش سبب ترفضيه وتبعدي عنه. بيعاملك بأخلاق ويتكلم بأدب وبيتصرف بأسلوب محترم وبيتعامل بشكل شيك وأدب وأخلاق عالية ومعاملة محترمة، وشايلك من على الأرض شيل، ولو عايز يشيلك ولو يطول يشيلك في عينيه هيشيلك. تبعدي عنه ليه؟ طول ما هيجي يفكر يقرب يجوا المجرد ان انا المهم ان انا مختاراه، يجي 1000 حد يقولك انتي مين ومش عارف ايه، طب انا اللي هختار، وانا اللي لو لقيته وحش انا اللي هبعد عنه، مش محتاجه اراء اي حد خالص. اه انت عندكم الخبره وكبار في السن، باين الخبره، فعلا باين الخبره بين حياتكم الحلوه، مستنيين لحد ما توصلوا لل50 مع رجاله انتوا مش عايزينهم عايشين. لا باين فعلا انكم خبره في الحياه. مفيش ولا ست في عيلتنا لو فكرت ارتبط هتعتب باب الفرح او باب شقتي لو اتجوز، عشان نبقى على نور. اللي ما جاليش وما عزمنيش على فرحه عزمه على فرحي ليه؟ استسهال بقى، اصل المفترض ان احنا نصالحها كده وكده عادي، الخلود دي لازم تبقى مداس، عادي ان احنا نهينك ومفترض منك تسكتي ليه ان شاء الله ناقصه ايد ولا رجل فهي لسان واطول من برج خليفه، تبقى انت مؤدب ومحترم، بيحولوك لده بقى. لا انا عشان مؤدب محترم ان انت تأذيني واسكت لك، عشان انا عندي اخلاق ومعاملك بادب وبقدرك، كل اللي جرالي ده بسبب ان انا كنت بعمل العيله كويس، عكس اللي كل الناس بتقوله. يجي تعبان الف سلام عليك، بيجي عنده مشكله يعني عشان بحاول اقلد ابويا، عشان ده مش دور المنقذ، ده مش صح. حد سالك انت كويس ولا لا؟ لا، طب انت بتساله ليه طول الوقت انت كويس ولا لا؟ ما تديش، الحنفيه قفلتها ارتحت، والله حافظت على نفسيتي، كان في حاجات كتير كنت بدمر نفسيتي بيها. طول ما انت ساكت ومش عايز تتكلم براحتك، بص في الرجوله والاخلاق، لان عيلتك وحشه، م? مش عايز يقولك اي حاجه وعمال يداري ويطول في الكلام وبيتصرف على ان مفيش اي حاجه حصلت. ولو حد من عنده حد كلمه وضايقه من عندك ما يقولكش، شوف الاخلاق. وانا مش راجل مثلا ما اعرفش احمي نفسي؟
من اهلك او من غيرهم؟ ففرضا اللي بتقولي صح، هل انا مش قادره احمي نفسي مثلا، او انا مش قادره ابعدهم عنك او ابعد انا عنهم؟ بحبك وعايزك، انتي حباني وعايزاني، يلا بينا نعيش نتجوز. انا مش هقرب له الا اذا كنت حسيت ان هو فعلا بيفكر في جواز، مش عايز يعيش منه السلام. مش هديله مشاعري ولا قلبي الا لما اتاكد من ده. ما بيقولوا عايزين يتجوزوا، المهم يبقى مين اللي يفعل. وبعدين هتتجوز فيا ايه؟ انا لازم اروح الدكتور اتاكد الاول من اللي اتقال. وانا فعلا رجلي مش هقدر اصلا اتجوز ولا حتى اخلف؟ لا دي كده المفترض هتتسجل في تقرير. مفيش ولا مستشفى عايزه تسجل التقرير ده. دي كده عاهه مستديمه، يعني هتك عرض وانتحار وعاهه مستديمه. وانا كنت فاكره ان انا ممكن اعيش عادي. انا عمري ما حبيت عيله ابويا ولا امي، ولا عمري احبهم ولا اقرب لهم ولا عايزه اعملهم، ولا هموت على اني اعملهم، ولا هموت على انهم يبقوا في حياتي. هم اللي هيموتوا على انهم يبقوا في حياتي، وعمرهم ما هيعرفوا يطلبوا. ولو ما بعدوش هيتقتلوا. حتى لو اللي هقابله وحش بره، هو ما فيش في حياتي اوحش منهم. إن كل ما بلاقي حد وحش بره افكر اجي استنجد مش لاقيه حد، عشان ما يجيش حد يستغل الظرف ويقولك طب اتجوزيني وانا احميكي. لو هو وسخ وانت مسلطه، يبقى انت وسخ وهو وسخ، ده عشان يضيع وقتك. ف ما تشتركيش في العبط، ما تسمعيش لاي حد يخترق حدودك. تحس بقيمة نفسك طول الوقت. دايما في مصر هتلاقي اللي يقللها، تعامليه ليه؟ عيلتك بتقلل منك، تعامليهم ليه؟ اللي بتحبيه بيقلل منك، تعامليه ليه؟ اللي بيحبك مش هيقلل منك. احنا بنحاول بقالنا 6 سنين او 8 سنين في علم النفس نفلتر كل الناس اللي في حياتنا، ونعلم البني ادمين انها تقرب من اللي بيحبهم بجد وبيخاف عليهم وعايزهم، عشان نقضي بقى على القرف بتاع الناس الباردة في حياتنا. الموضوع كله بمنتهى البساطة ان انا كنت طالبة ان انا اشتغل في مكافحة الاداب في 2015، فهم بيرصدوا اي حد بيجي يتكلم معايا، غالبا بيرصدوني انا كمان. فلو انت بتلعب ممكن يأذوك وانت حر. لو صرفت غلط ما اعرفش ممكن يعملوا ايه معاك، لان انا ما كنتش بعرف. فانا بحبك بس صدقني عايزه احذف كل حاجه وسخه شفتها في حياتي عدت عليا. بس كل موضوع ان انا مش عايزه انك تكون حد وحش، اتندم ان انا قربت له. هتقابل ناس وسخه كتير لو فكرت تيجي تقدم لي، ولو ما حكيتليش هزعل. لو اتجوزنا مش هتيجي تتقدملي في المنطقه هنا. اما الراجل شايلني، ممكن مكان تاني نقدر نقعد فيه، البيت هنا ممكن يتباع عادي، اقدر امشي من هنا على حتة تانية وانا مرفوعة الراس. انا مرتبطة براجل بحبه، راجل، دي اهم حاجة، مش راجل مع الف سلامة. وبعتذر لك، انا انكل افخاي هيفضل حمايتي لحد ما اموت ان شاء الله. تنظيم ارهابي، ده مش تهريج. فلو توقع ان انا ممكن عشان انا هموت على حتة عقد جواز معاك اتفاجئ بعد الجواز بكارثة، انا اسفه. انا بقى عندي رعب ان انا اتجوز راجل ينيمني مع رجاله غيره في بيته. اضمن منين؟ او اتاكد انه ما بيصورنيش كمان جوه الشقه. احنا عندنا جهاز امني ابن وسخ
بوليس مصر عادي عنده جدا انك ممكن تكوني مع جوزك بتتصوري، انا مالي. انا ربنا كرمني بالناس المحترمه اللي تستاهل المعامله. مش شرط تواجهش مصر، مش شرط تواجهش مصر، ايه بالعبط. انا كنت بحب صندل في مصر.